بمناسبه رجوع الدراسه، فانت اكيد في تاسك المفروض تسلمه والديدلاين خلاص قرب وما عادش معاك وقت والمفروض تسلمه. ففي حركه بسيطه كنت بعملها وانا طالب. هو انا لسه طالب اصلا؟ ايه ده؟ بس بتخرج. ففي حركه صغيره كنت بعملها وانا طالب علشان امد الديدلاين بتاع اي تاسك موجود بطريقه شرعيه 100%. بس قبل ما نبدا ما تنساش تعمل سيف للفيديو علشان انا متاكد ان انت هتحتاجه. والله مثلا نفترض ان انا المفروض اعمل ريسيرش مثلا معين عن الكمبيوتر، والمفروض ان انا ارفع الملف دلوقتي مثلا على جوجل درايف. فكنت بجيب اي ملف PDF موجود وارفعه على الموقع اللي انا هقول لك على اسمه دلوقتي. بعد ما ارفعه الموقع بيبدا يبوظ الملف، يعني الملف بيبقى ملف PDF عادي جدا بس هو مش شغال. فلما تيجي ترفعه تغير اسمه طبعا الاول وتيجي ترفعه، فيجي الدكتور يفتح الملف بتاعك علشان يشوف انت عملت ايه. الملف هيجي له ان PDF ده مش شغال او ان هو مش راضي يشتغل، زي ما انت شايف قدامك كده ظاهر له ان الملف ده بايظ. فساعتها في حاجه من الاثنين هتحصل. اول حاجه الدكتور هيفتكر المشكله من عنده ويقول خلاص شكل الطالب ده اجتهد وعمل حاجه كبيره فالبتاع ما فتحهاش، خد الدرجه كامله. فيرجع الدكتور يكلمك ويقول لك والله يا عبد الرحمن الملف اللي انت بعته بايظ، معلش ابعت لي الملف الجديد. اكيد انت هتكون خلصته وحضرته وجهزته وتبعته له وعليه بوسه. وشكرا، اشوفكم فيديو جديد، سلام عليكم.